في قضايا لما تسمع تفاصيلها تحس إنها خيال علمي، بس لما تبص في الملف تكتشف إنها حصلت بجد، ودي كانت واحدة منهم. القضية بدأت لما لقوا جثة شاب في شقته في القاهرة الجديدة، لا في كسر ولا مقاومة ولا أي حاجة غريبة، بس في شنطته كان في كاميرا صغيرة. لما فحصنا الكاميرا لقينا فيها 3 صور بس. أول صورتين عاديين، لكن التالتة كانت مرعبة. الصورة كانت لمكان الجريمة نفسه، نفس الشقة، نفس الوضعية، بس الغريب إنها كانت متصورة قبل ما تحصل الجريمة ب10 ساعات. رجعنا كل الكاميرات في المنطقة، مفيش أي حد دخل أو خرج. الشاب كان لوحده طول اليوم. الغريب بقى إن آخر صورة في الكاميرا كانت لإسلام، ضابط المباحث اللي بيحقق في القضية، متصورة وهو لسه داخل الشقة قبلها بساعات. ولحد النهاردة محدش عارف مين اللي صور الصورة دي، ولا الكاميرا راحت فين بعد ما القضية اتقفلت.